صفك صفك يا مرجان، ستي خديجة في الروشان. صفك صفك يا مرجان، ستي زكية في الدرجان. واللي صفك أبو يعطيك توب حريق يتدلع فيك. قد كده قد الرمانة، قد كده حلوة ورويانة، قد كده ترقص وتغني، قد كده تلعب وتحني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحدوا لا إله إلا الله، واللي عليه ذنب خطيئة يستغفر ربه. أستغفر الله وأتوب إليه. وقبل ما نبدأ مثلنا خلينا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. مثلنا اليوم عنوانه جبت الأقرع يونسني، كشف قرعته وخوفني. فخلونا نسمع قصة المثل. هذا يقول لكم في وحدة آدمية نزلت السوق تبغى تقضي أشياء لبيتها. المهم شالت معاها ولدها عمره 2 شالته على كتفها ونزلت تدور في الأسواق. المهم هي تدور إلا الولد ما أدري إيش صابه، صار بس يبكي ويصيح، يبكي ويصيح. جاب لها الصمرقعة ما عارفة تشتري خضار ولا عارفة تشتري قماش. المهم طفشت منه وهي كده طفشانة وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. التفتت اللي لقت آدمي كده طول بعرض واقف، فنادته قالت له يا أخويا بس ممكن تمسك الولد دقايق عبال ما اشتري من الخضر. قال له ولا يمك يا أختي هات الولد. هي مسك الولد كده والرجال طول بعرض وصار كده يرفع الولد في الهواء يلعبه. المهم الولد يزيد بكى. المهم قرب وجهه كده منه والرجال كان أصلع، شال الغبانة كده وبانت صلعته وقرب وجهه كده من وجه الولد وصار يسوي له حركات كده بلسانه ويفرصع له عينه. المهم إلا الولد انفجع أكتر وبكي أكتر وصوته علي. المهم الأم التفتت كده إلا شافت الرجال أصلع اللي حتى خافت أكتر من ولدها وجرياتك أخذت الولد وفكيك على البيت جري ودخلت بيتها مرعوبة. شافتها أمها قالت ليش بك يا بنتي كده وجهك أصفر وولدك يبكي وحالتكم حالة ليكون أحد ضايقكم في السوق؟ قالت لا يا أمي جبت الأقرع يونسني، كشف قرعته وخوفني. وهذا هو مثلنا. بعض الأحيان يكون عندك مشكلة فتجيب واحد عشان يعينك في حل المشكلة اللي يعقد لك إياه ويشبك لك إياه ببعض في بعض. أو إنه يكون عندك أمر معين تبغى أحد يساعدك فيه فتجيب واحد عشان يساعدك اللي تلاقيه أصلا ما ساعدك، بالعكس اللي عقدها فجأتك. وفي كده ناس اليومين هذه. المهم هذا هو المثل. أتمنى أنكم فهمتوه وعرفتوا قصته، وشوفكم إن شاء الله بكرة في مثل جديد من أمثال عم وليد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.